الراجل ضحى بوقته وضحى باستثماراته وجاي عشان عايز يعمل حاجه جميله لبورسعيد، فما يقلقش ان حد يقول كلمه كده ولا كده. علشان كده حاجه رائعه جدا مستر كامل النهارده، يعني شايفين المرحله اللي جايه هي فعلا ان احنا نقف مع بعض ونخاف على بعض، ولو مهما نختلف احنا ممكن نتكلم. انا غلطت في موضوع الاستقاله ممكن، لكن يمكن عنده ظروف وضغوط نفسيه كتير جدا، لكن انا بكرر اسفي لسياده المحافظ وبقول له يعني احنا في الاخر اخوات وكلنا لنا هدف واحد هو خدمه البلد وبس، يعني كل واحد في الحته بتاعته. وما ننساش دايما ان البلد لها الكبير بتاعها وسياده المحافظ هو الكبير بتاعنا، واحنا كلنا وراه ونقف معاه، ويكفي ان لنا فخر كلنا ان المحافظ بتاعنا من بورسعيد نفسها، ودي ميزه كبيره جدا. ربنا يديله العمر والصحه ويحافظ عليه ونكون دايما مع بعض على خير ان شاء الله. مستر كامل النهارده بيدي مثل حاجه جميله قوي، بس انا بقول لمستر كامل هو ما قدمش استقاله، هو قدم استقاله بس عشان كان زعلان او كان اخذ على خاطره، عشان احنا لازم كلنا نقف وراه بما فيهم انا ومجلس الاداره واهلي في محافظه بورسعيد. الراجل ضحى بوقته وضحى باستثماراته وجاي عشان عايز يعمل حاجه جميله لبورسعيد، فما يقلقش ان حد يقول كلمه كده ولا كده. علشان كده حاجه رائعه جدا مستر كامل النهارده، يعني شايفين. عشان كده حفظكم الله وسدد خطاكم. اللي يحب بورسعيد واللي يحب مصر ينكر ذاته.